السلام عليكم ورحمة الله، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده من الفيديوهات اللي انت هتحبها قوي. هنتكلم النهارده عن المونتاج وازاي تبدأ تمنتج الفيديو بتاعك من تليفونك. المونتاج حاجة متعبة قوي، بس انت لو بتحب الحاجة اللي انت بتعملها تكون مبسوط وانت بتعملها على الأقل. بس انا النهارده هبدأ ابسط لك المونتاج بطريقة سهلة خالص. طبعا عشان انا المحتوى بتاعي بالتليفون، فاحنا النهارده هنبدأ نعمل المونتاج بتاعنا. في دبانة قرفاني بقالي شوية. هجيب لك رش المرة الجاية. عايز اصور. طب هعمل فيك ايه؟ هطلعك واجي تاني. هات النور اطلعها واجي تاني. طبعا عشان انا المحتوى بتاعي بالتليفون، فبعمل المونتاج بتاعي برضه على التليفون. وانا هقول لك النهارده عن افضل برنامج بستخدمه بقالي فتره. حتى لو انت شايف فيه تحسن في فيديوهاتي، فالفضل الاول يرجع للاضاءه والبرنامج المونتاج اللي انا بصراحه كنت خايف استخدمه لا يطلع مش حلو وبضيع وقت عليه. بس بصراحه بعد فتره طويله حابب اقول لك ان البرنامج ده افضل برنامج مونتاج موجود على التليفون. لو حابب تعمل فيديوهات زي التيك توك والفيديوهات القصيره، فانت اكيد البرنامج ده هتحتاجه برضه. ولو حابب تقدم محتوى على اليوتيوب ومحتاج تمنتج او محتاج تعمل تعديل على الفيديو، او محتاج تحط مؤثرات صوتيه او محتاج تحط مزيكا، كل ده انا هبدا اعرفك عليه النهارده بطريقه سهله خالص. والبرنامج هو كاب كات. طبعا برنامج كاب كات ده من امتع البرامج اللي ممكن تلاقيها معاك على التليفون في المونتاج. يعني احنا لو هنرقم البرامج، فالبرنامج ده هو رقم واحد في الايديت والمونتاج على التليفون بتاعك. بصراحه انا كنت بستخدم برنامج اون شوت عشان سهولته. كنت عامل لك فيديو هيظهر في الباي اللي فوق هنا على البرنامج اون شوت. البرنامج سهل، يعني انت لو لسه بتبدا وما تعرفش اي حاجه خالص ممكن تبدا بون شوت. وبرده كاب كات برده انا هسهله لك النهارده وهخليك تبدا بيه بطريقه جامده قوي. وطبعا البرنامج ده بيخليك تطلع بكواليتي فيديو عالي قوي، عشان تعديل الفيديو بتاعك بتعمله على البرنامج ده بطريقه جامده قوي، فبيخليك تطلع بكواليتي الفيديو بتاعك عالي. فانا النهارده هقول لك على كل حاجه ومش هبخل عليك باي حاجه. فانت ما تبخلش عليا باللايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما جديد. خليك متاكد ان اللايك هو اللي بيخليني اوصل لاكتر عدد من الناس. اعمل لايك بقى يا صاحبي ويلا بينا. موت اللي جابوكي دي هتجنن. الحمد لله مشيت الدبانه وجيت. يا رب ما تيجي تاني. النهارده هكلمك على 6 حاجات اساسيين معاك في الفيديو عشان تبدا تعمل محتوى على اليوتيوب او اي منصه. في قاعده، هي قاعده اساسيه، هم ال6 حاجات دول بتحتاجهم اساسي معاك في الفيديوهات بتاعتك. انا النهارده هبدا اشرح لك ال6 حاجات دول تبدا تنفذهم ازاي على برنامج كاب كات. طبعا اول حاجه معانا في الفيديو هو اللي انا ما بتكلمش كده طبيعي، يعني انا ما بتكلمش ورا بعضيه، كل كلام مش مرتب. اكيد بغلط زي ما انت بتغلط برضو، وانا بغلط كتير قوي على فكره. طبعا احنا بنحتاج اول حاجه معانا بنعملها اللي احنا بنبدا نعالج الفيديو بتاعنا من الغلطات اللي فيه. فانا هوريك عمل ازاي. هنبدا نخش على برنامج كاب كات وهوريك بنعمل كده ازاي. طبعا دي واجهه البرنامج من بره. طبعا احنا هنبدا نخش على مشروع جديد، وهنختار هنا الفيديو بتاعنا اللي احنا هنمنتجه، وهندوس على كلمه اضافه من تحت كده. هنمشي مع بعضينا خطوه بخطوه. طبعا انا هبدا اشغل الفيديو بتاعي كده. اول حاجه اعملها، طبعا في انا بقول له بص، يعني انا بكلمه كمان وفي غلطات كتيره في الفيديو. انا بقول له بص لي جوه الكاميرا، اصبر، استنى اتكلم دلوقتي، السلام عليكم مثلا. فاحنا عاوزين نيجي من هنا كده. اول ما يقول السلام عليكم، بص السلام عليكم، هنيجي عند كلمه السلام عليكم بالظبط كده، وهنيجي دايسين على الفيديو بتاعنا كده. طبعا في هنا كلمه تقسيم، فهندوس على كلمه تقسيم اول واحده عندي كده، وابدا اجيب الفيديو بتاعي اللي انا مش عايزه اللي هو ده، صح كده، وكلمه حذف. كده الفيديو بتاعي ايه اللي فيه الغلطه بدا مش موجود عندي. كده هبدا اشغل. السلام عليكم، عاملين ايه؟ بس كده انا كده محتاج هنا كده واقف برضو هنا تاني وادوس على الفيديو. في حاجه عايز اقول لك عليها في الاول تبدا تعملها عشان تقطع الفيديو بتاعك بطريقه صح. يعني تعمل خطوتين في الاول هيوفروا معاك حاجات في الاخر كتير. انا دلوقتي الصوت بتاعي لو واطي هبدا اعلي الصوت بتاعي عشان يبقى موجود على الفيديو كله زي بعضيه. فانا هختار الفيديو بتاعي وهاجي هنا فين، في حاجه هنا كده مكتوب عليها ايه، هي في الاول خالص كده، او مستوى الصوت. طبعا مستوى الصوت انا حاسس ان هو واطي، انا عاوز اعليه كده لحد ما الاقي الدرجه المناسبه بتاعتي. مثلا انا خليته 350 مثلا، فهاجي كده. السلام عليكم، عاملين ايه؟ بس في حاجه تانية برضو البرنامج ده بيبدا يضيفها لك، حاجه جامده قوي. دي ميزه بره ال6 ميزات اللي انا بقول لك عليهم. يعني انا هقول لك النهارده عن 6 حاجات، بس الحاجتين دول لازم تعملهم قبل ما تبدا تعمل اي حاجه في الفيديو. طبعا هتيجي هنا بره خالص كده وتختار كلمه تقليل النويز. يعني لو في نويز معاك في الصوت او في حاجه مروحه شغاله جنب منك، الخاصيه دي بتبدا تقلل النويز اللي موجود حواليك. فانا بدوس عليها بروح مفعلها كده عاملين ايه؟ بس.
واجي هنا كده بس كده انا عليت الصوت معايا وشلت النيوز بتاعي. هبدا بقى اقطع الفيديو زي ما قلت لك بالظبط. السلام عليكم عاملين ايه؟ بس واجي هنا كده اروح واقف واجي جايب كلمه بتاع ايه الكلمه بتاعتي اللي انا قلت لك عليها تقسيم، ادوس عليها. هنيجي عند الكلمه الثانيه اللي هقولها. وحش. اول ما يبدا يتكلم طبعا. اول ما يبدا نتكلم تروح واقفين عندها كده ماشي، وطبعا نروح دايسين كده ونروح جايبين الفيديو اللي قبل منه مسح على طول. تيجي نشغل مع بعضينا كده. السلام عليكم عاملين ايه؟ طبعا الحلقة النهاردة اهو اجي عند كلمه الحلقه النهارده خلصناها واروح دايس على كلمه ايه تقسيم برضو زي ما انت ما شايف كده صح. هنتكلم فيها. نيجي بقى عند اول ما يتكلم اهو هنتكلم فيها، نروح دايس تقسيم، نروح جايبين الفيديو اللي قبل منه نروح ماسحينه ماشي، ونروح جايين كده طبعا الحلقة النهاردة هنتكلم فيها. بس. وقف هنا كده نروح دايسين على الفيديو شاطر كده ندوس على كلمه تقسيم، وهكذا 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 لحد ما تظبط الفيديو بتاعك بالظبط. طبعا تاني حاجه معانا ودي اهم حاجه برده موجوده معاك في البرنامج، انك تبدا تضيف فيديو فوق الفيديو بتاعك. يعني انا بتكلم عن حاجه معينه فانا بروح ضايف الفيديو فوق منه فبيشرح معايا الطريقه ازاي. يعني انا مثلا لو بكلمك انا النهارده نزلت الشارع وجبت حاجه، فانا اكيد باخدك معايا وانا نازل الشارع واحط الفيديو فوق الفيديو اللي انا بتكلم منه. هوريك برده مثلا زي علامه الاشتراك، اشترك في القناه او فعل زر الجرس، ده كله بنجيبه ازاي ونبدا نضيفه ازاي. طبعا البرنامج كاب كات قد ايه مميز في الحركه دي، هو بيعمل لك عزل الخلفيه الخضراء برده. يعني لو وراك كروما او اي حاجه عايز تحط خلفيه دي موجوده معاك في البرنامج. انا هوريها لك النهارده على علامه الاشتراك واللايك. يعني مثلا زي ما احنا شايفين الفيديو اللي قدامنا كده، متنساش تعمل لايك. ما تنساش تعمل لايك. هنيجي هنا كده طبعا عاوزين نضيف عندنا فيديو فوق الفيديو، فاحنا هندوس على كلمه تركيب موجوده هنا كده بعد النص على طول، تركيب كده هندوس عليها ماشي، ونبدا ندوس اضافه تركيب. هندخلنا على الفيديوهات بتاعتنا. طبعا هنبدا نختار الفيديو بتاعنا بتاع اللايك مثلا هو ده. الفيديو ده بتنزله من على اليوتيوب بيبقى كرومه خضراء زي دي كده بالظبط. طبعا بنسيب الفيديو زي ما احنا كده ونيجي على الفيديو نروح مختارين الفيديو كده، نقف على الفيديو نختاره، هيفتح لنا هنا طبعا اداه كتيره. فالبرنامج بيدينا اتاحه ان احنا نشيل الخلفيه الخضراء اللي ورانا، فهندوس على كلمه قطع. هنختار هنا كلمه مفتاح الكروما وندوس عليها، انت كده زي ما نعلم نجيب العلامه الخضراء بتاعتنا كده نختارها اغمق حته. لو في مكان عندك غامق فاقف على اغمق حته، نيجي على كلمه الكثافه ونروح طبعا رافعينها خالص كده ماشي، ونيجي كده نشغل الفيديو بتاعنا مثلا اهو. اشترك في القناة. نيجي كده عند نعمل لايك، دي هنجيبها على اول فيديو بتاعنا بالظبط كده. طبعا احنا مش عاوزين دي كده هنشيلها ماشي، ونيجي هنا كده عشان نستمر نشغل الفيديو بتاعنا. فما تنساش تعمل لايك. بس وكمان هنا ممكن ايه نصغر اللايك بتاعنا ونجيبه هنا كده او نجيبه شمال او اليمين زي ما احنا ما عاوزين. نختار اللايك بتاعنا ونصغره كده ونجيبه شويه كده ونيجي نشغل الفيديو بتاعنا. فما تنساش تعمل لايك زي ما انت ما شايف كده بالظبط. فما تنساش تعمل لايك بيظهر معاك اللايك. طبعا بقى هنا نيجي ايه اشترك في القناة صح. نيجي على علامه الاشتراك. هنعمل ايه؟ هنعمل زي ما اخترنا بالظبط، اضافه فيديو ونجيب علامه الاشتراك من هنا كده صح ماشي، ونيجي هنا كده نقربها للفيديو بتاعنا. طبعا هنختار الفيديو زي ما انت ما عارف وهندوس على كلمه ايه قطع، ونيجي هنا على مفتاح الكروما، ونيجي هنا نختار اللون الاخضر زي ما قلنا بالظبط، ونيجي هنا على الظل نقلله شويه مثلا، ونيجي هنا على هنا نقفله خالص كده زي ما قفلنا الدور اللي فات. وطبعا ايه نقدر نصغر نكبر زي ما قلنا بالظبط ونشوف في المكان اللي احنا عاوزينه. فنيجي عند كده بالظبط اشترك في القناة صح. بس تيجي هنا اشترك في القناة صح. بس بيظهر معاك العلامه. طبعا نيجي عند الاول هنا خالص كده زي ما انت ما شايف، نفتح ونخش على برنامج لايت روم. طبعا انا بتكلم بقول لك نبدا نخش على برنامج لايت روم، نفتح ونخش على برنامج لايت روم. فانا طبعا عايز اضيف معايا وانا ببدا، يعني انا بسجل شاشه في التليفون اللي انا ماسكه وابدا ايه اضيف الفيديو بتاعي زي ما انت ما شايف كده. ادوس على كلمه اضافه واجيب الفيديو بتاعي كده اختاره ان انا شغال عليه، هيجي تحت الفيديو كده بالظبط ماشي. طبعا انا الفيديو بتاعي هبدا اجيبه كده ماشي، وابدا اجيبه جنب ده بالظبط كده. هو بيتكلم، عاوز بقى انا دلوقتي اكبر الفيديو كده ماشي، عاوز اصغره ماشي، عاوز اجيبه بالعرض كده ماشي برضو زي ما انت ما شايف كده. اللي انت عاوزه كده تمام. ترى اللي انت عاوزها بقى تبدا تخليه زي ما انت ما شايف كده. طبعا انا هجيب الفيديو جنب مني كده وانا جنب مني وانا مثلا بتكلم اهو. تعالى كده معايا نبدا نفتح ونخش على برنامج لايت روم زي ما انت ما شايف بالظبط كده. خدت اللقطه بتاعتي اللي انا عاوزها من الفيديو، هبدا اجي هنا كده زي ما قلت لك بالظبط تقسيم ماشي، واجي هنا لو مش عاوز الفيديو ده ديليت كده خلاص. فانا هبدا كده زي ما انت ما شايف كده اهو، نبدا نفتح ونخش على برنامج لايت روم
بس بيبدا يخش معايا على برنامج لايت روم بالظبط، والفيديو بتاعي ركبته بالطريقه اللي انا عايزه. اللمبه وقعت تاني. اللمبه دي تعبانه بقالها 3 4 ايام كده، هلزقها بشمع مش نافع، بلزق مش نافع، دبل فيز مش نافع. هعمل ايه؟ هسيبها برضه، هسيبها عشان النور ما يقطعش زي الدور اللي فات. طبعا النقطه الثالثه ونقطه مهمه قوي في البرنامج ده، والبرنامج ده قد ايه ممتاز في النقطه ديت، هي الانتقالات والمؤثرات الصوتيه. يعني ايه الانتقالات ويعني ايه المؤثرات الصوتيه؟ هحتاجها معايا في الفيديوهات في ايه. انا النهارده ابدا اقول لك برضو عملي الحاجه دي تعملها ازاي، وهتحتاجها معاك في الفيديو امتى. الانتقالات ديت يعني انت لو بتنتقل بين مقطع ومقطع او بين فيديو وفيديو، انت بتضيف الانتقالات والبرنامج بيضيفها لك بطريقه سهله خالص، وفي انتقالات كتيره قوي في البرنامج. والمؤثرات الصوتيه هي قد ايه مفيده معاك في البرنامج، وهقول لك ازاي تبدا تضيفها بطريقه صح. زي ما انت ما شايف كده، احنا هنيجي على الايه العلامه بتاعتنا اللي احنا قلنا عليها بتاع اللايك، ماشي، وهنطلع بره خالص كده، هندوس على كلمه الصوت، هيبقى في هنا المؤثرات. طبعا هندوس على كلمه المؤثرات الصوتيه زي ما انت ما شايف كده، هيفتح لنا جميع المؤثرات، يعني في الطبيعه، في الجبل، في التنقلات، في اللي انت عايزه كله هتلاقيه موجود هنا زي ما انت ما شايف كده. طبعا اللي هيعجبني واللي انا محتاجه هبدا اضيفه في المفضله عندي واختاره يبقى موجود معايا على طول زي كده بالظبط. طبعا انا لو بقول لك ما تنساش تعمل لايك وسبتها لك عاديه خالص، هوريك كده واوريك كده بالظبط. هبدا اختار اللايك ده معايا واضيفه على ايه الصوره عندي. هدوس على كلمه اضافه كده من هنا زي ما انت ما شايف كده، هوريك دلوقتي قبل وبعد. لو انا قلت لك اعمل لايك كده، شايف كده عاديه خالص. طب لو جيت هنا كده ورحت ضايف ده عليها، بص هظبطها بقى بالظبط كده مع ظهور اللايك بالظبط، تبدأ معايا بس اهي. شايف الفرق؟ اكيد بتفرق معاك كتير قوي، اكيد بتحتاج المؤثرات الصوتيه بطريقه جامده قوي معاك في حاجات كتيره قوي. طبعا هنختار صورتين عندنا وهنشوف التنقلات تبدا تفيدنا معانا ايه في الصور مثلا. فهجيب الصورتين دول مثلا كده، نضيف صوره كمان معانا. شايف انت كده مثلا الصورتين دول زي ما يشتغلوا معاك كده. طبعا هندوس على كلمة التنقلات دي، شوف بقى التنقل اللي يعجبك مثلا زي كده. انا هوريك دلوقتي. شايف قبل وبعد مثلا، هنا تيجي تشتغل معاك الفيديو. انت بتحتاج التنقلات جامدة قوي معاك لانها بتنفع معاك في حاجات كتيرة قوي. طبعا دي لو ضفناها برضو مؤثر صوتي هيبقى حلو قوي. طبعا لو جينا هنا كده زي ما انت شايف كده، نختار مثلا الكاميرا بتاعتنا وهنحطها ايه في النص بالظبط بيناتهم، فنيجي نشغل. انا عايز اقول لك ان دي ممكن نعمل عنها حلقات كتير قوي، هي التنقلات والمؤثرات الصوتيه مع بعض. هما بيقدروا يعملوا ايه معاك في الفيديو، بيغيروا الفيديو بتاعك 180 درجه. بس انا النهارده بحاول الخص لك الدنيا كلها. رابع حاجه معايا هي حاجه مهمه قوي، هي الميوزك او المزيكا بتاعتنا. بنبدا نختار مزيكا نحطها على الفيديو بتاعنا. مزيكا بتقدر تشد المتابع وتخليه يكمل معاك في الفيديو، وتختار المزيكا الصح. يعني ايه؟ يعني انا لو بتكلم عن حاجه فيها حماس ولياقه ببدا ادخل المزيكا معايا فيها حماس. بتكلم عن حاجه حزينه بحط مزيكا حزينه. حسب محتواك تبدا تختار المزيكا بتاعتك. احنا هنا البرنامج بيضيف لنا مزيكا، لو دوسنا على الاصوات كده ودخلنا هنا طبعا هنلاقي ميوزك معانا كتير قوي، نبدا نختار منها، او ممكن نجيب من على مكتبه اليوتيوب ذات نفسها ونختار المزيكا بتاعتنا عشان ما يبقاش فيه حقوق معانا. برضو ده برضو بيديك مزيكا من غير حقوق للتيك توك. فاحنا بنختار مثلا المزيكا بتاعتنا كده ونبدا نسمع المزيكا بتاعتنا اللي احنا عاوزينها، او نختار مزيكا على حسب زي ما قلت لك. طبعا المزيكا دي عجباني، هبدا ادوس على كلمه الاضافه اللي هنا كده وتيجي معايا على الفيديو. بس في حاجه هنا بقى، اقلل المزيكا بتاعتي خالص، صوتها كده خليه مثلا 5 بس، وابدا اشغل معاها كده. السلام عليكم، عاملين ايه؟ طبعا الحلقة النهاردة نتكلم فيها اختار 5 فلاتر، فما تنساش تعمل لايك عشان نستمر. بس زي ما انت ما شايف كده المزيكا بتفرق معاك قوي في الصوت. خامس حاجة ودي اجمد حاجة في البرنامج، هي ازاي تعدل درجة الوان الفيديو بتاعك. بصراحة انا عمري ما هلاقي برنامج جامد زي البرنامج ده، بيبدأ يخليك تغير بكل درجات الوان الفيديو. البرنامج ده جامد قوي في التعديل على الفيديو. فانا النهارده اقول لك ازاي تبدا تغير من درجات الوان الفيديو بطريقه جامده قوي. الفلاتر كده مش هنختار فلتر من هنا، لا هنختار ضبط، ونبدا من هنا بقى نظبط درجه اللون
طبعا البرنامج ده جامد قوي زي ما قلت لك في الحاجات دي، هتبدا تظبط كل حاجه معينه في الصوره. هنا الاضاءه بتاعتي لو واطيه شويه ممكن اعليها او اوطيها سنه، لا انا اسيبها زي ما هي مثلا. اجي هنا التباين هنا بقى بروح انا مقلله سيكه كده. شفت لو جيت هنا يبقى اسود خالص، لو جيت هنا كده التباين بتاعي بيظبط معايا 4%. تشبع بزوده سنه، يعني كل لون بيبدا ياخد درجه اللون بتاعته الطبيعيه اللي هو اللون الصح. درجات الاضاءه عايز تعليها سنه برضو، عاوز توطيها سنه ماشي، عليها 2%. هنا بقى زيادة الحدة ديت للناس اللي بتسألني انا لما باجي ارفع فيديو والكواليتي بتاعه بيقل. فانت لو رفعت الحدة هنا لما تيجي ترفع الفيديو على اليوتيوب مثلا، الفيديو طبعا طبيعي الكواليتي بتاعه بيقل، لكن انت لو رفعت الحدة هنا الكواليتي بتاعه بعد كده بيرجع لطبيعته. يعني انا بزوده بخليه 10% معايا كده. طبعا الحاجة الجامدة قوي بقى اللي موجودة في الابليكيشن ده هي الدرجات دي بكل الوانها. طبعا انت لو بتستخدم برنامج لات روم او اي برنامج تاني فطبعا اكيد الحاجة دي عدت عليك كتير. الحاجه دي جامده قوي. طبعا لو اخترنا اللون الاحمر هنا اكيد اللون الاحمر اثر على الوش، فاحنا بنبدا نظبط اللون كده معانا ماشي. هنا لو عايزين نفتح اللون قوي، هنا لو عايزين نغمقه، هنا اللون الاساسي بتاعنا ماشي. هنا بقى يميل لدرجه تانية او لدرجه هنا اغمق او افتح، فاهم؟ عشان توصلك المعلومه. طبعا اللون ده بيبقى موجود معانا برضو في الوش وفي النور اللي ورانا ده. اللون الاصفر بيبقى موجود مثلا في النور معانا برضو، موجود في الوش برضو، ده كله بيتكون منه الوش. طبعا نيجي عند اللون الاخضر مفيش حاجه اللون الاخضر معايا، نيجي عند اللون ده مفيش حاجه برضو اللون ده معايا. اهم حاجه موجوده هنا بقى معايا هو اللون الزهري ده. اللون الزهري ده شايف كده، لو قفلته كده يروح للون الازرق، لو قفلته كده يروح للون الرصاصي. الناس اللي بتحب تعمل فيديوهات برضو تقفل الالوان كلها، يعني مثلا في ترند كان نازل ان انت بتسحب اللون كله من الفيديو، هو الدرجه دي كده. يعني انت ممكن تعمل كده تسحب كل الالوان زي ما انت مش شايف كده من الفيديو. لكن دي طبعا انا ما انصحش بيها، تبقى موجوده في حاجات معينه بس. طبعا اللون الزهري زي ما قلت لك حاجه جامده، لو قربت هنا اروح للموف، لو هنا قربت للون اللبني، فانا بظبط اللون كده معايا. طبعا بغمق اللون سنه من هنا كده بيروح للدرجه الغامقه، واجي على الموف اللي انا عايزه. طبعا انا عايز افتح اللون او اغمقه، فانا اختار اغمقه سنه كده واجي بقى على اللون الموف الاساسي بتاعي. لو رحت هنا اروح للون الفوشيا كده، لو رحت هنا اروح للون الازرق، فانا احاول اظبطه. هنا اللون الموف بتاعي الاساسي ماشي، بخليه كده سنه. حبيت اغمق او افتح الاضاءه افتحها سنه، وارجع اللون الازرق كده اعليه سنه، وارجع عند اللون الموف هنا اغمقه. طبعا هنا بتحكم في درجه اللون اللي موجود عندي في الصوره من تحت كده. لو جيت هنا بص بيروح للون الاحمر من تحت كده، ولو جيت هنا بروح للون الزهري. فانا بحاول اظبطه على قد ما اقدر، واديله التشبع بتاعه كله كده. طبعا هنا زي ما انت شايف كده التشبع بعليه سنه كده، شوف ممكن يأثر معايا، ممكن هنا يزيد معايا. هنا لو عايز اغمق افتح. طبعا لو جينا دوسنا قبل بعد اكيد الفيديو معاك اختلف 180 درجه. طبعا هنا الكيرف ده برضو حاجه جامده قوي. والكيرف ده بيعمل ايه؟ هشرحه لك بسرعه كده. من تحت هنا كده لو اخترناه بيغمق الفيديو، من فوق هنا بيغمق المناطق اللي فوق كده، او يفتح المناطق اللي فوق. فانا بحاول اظبطه كده على قد ما اقدر، واجي من العلامه في النص كده 3 علامات وابدا اظبط معايا الكيرف قبل بعد. وهنا برضو ممكن تتحكم في لون برضو الوش من هنا برضو ماشي، تبدا تتحكم في كل درجات بقى. فانت حاولت تعمل مره واثنين وثلاثه لحد ما انك تاخد على الموضوع، هتلاقي معاك بتعمله بطريقه جامده قوي. طبعا تسلط الضوء هنا، احنا شايف هنا كده الضوء بتاعي بيعلى، الضوء هنا بيبعد. اي حاجه ما تعرفهاش حاول تجيبها شمال وتجيبها يمين عشان تقدر تعرف الحاجه وتعملها. درجه حراره الفيديو، يعني مثلا الفيديو عندي لو انا بصوره في اللون التلجي فممكن هنا اجيب له اللون الاصفر شويه، لو بصوره على اللون الاصفر ممكن اجيب له اللون التلجي شويه زي كده. هنا بيروح للون الاصفر، هنا بيروح للون التلجي. فانا بحاول اظبطه كده على قد ما اقدر. درجات اللون طبعا دي بتحكم في اللون كله، في كل درجات اللون كده. طبعا الحاجه المهمه قوي معايا الظل دي الظل بيعمل لك ظل على الجنب. شفت هنا لو جيت هنا كده فتغمق الدنيا خالص، او جينا فتح الدنيا خالص. فانا بحاول اعمل الفيديو بتاعي كده تشبع من على الجنب كده او غامق سنه، بيدي غموض وبينفع معاك في فيديوهات كتير قوي. لو دوسنا قبل بعد انا راضي اول فيديو كده. طبعا في حاجه هنا برضه، هو ممكن يديك الفيديو زي ما انت قلت كده. هوريك حاجه سريعا كده. ممكن انا مش عاوز مثلا يعني بيديني الفيديو هنا كده مثلا، انا ممكن ازود معاه كده للاخر في منطقه انا مش عاوز فيها اضيف فيها الفلتر، ممكن اقص كده تقسيم كده ماشي، واختار هنا كده الفيديو تقسيم وامسح اللي في النص دي كده، واجي اشغل كده يشتغل معايا كده، ويجي هنا كده يروح فاصل معايا درجه اللون.
رقم 6 معايا واللي هيفيدك قوي لو حبيت تكتب على الفيديو بتاعك. يعني انا هنا في الاول مثلا بقول السلام عليكم، السلام عليكم، ماشي. عايز اضيف انا السلام عليكم، باجي هنا كده على الخط واروح فاتح خط هنا واكتب السلام عليكم، ماشي. وتيجي هنا كده تختار الخط اللي انت عايزه، مثلا لو عايز حروف كده اسود او احمر مثلا خليها اسود او اصفر اللي انت عايزه. المؤثرات هنا يعني انت عاوز شكله ايه، تختار برضو حروف من اللي انت عاوزها. طبعا انا هسيبه زي ما هو. لو جيت هنا التحرك يعني عاوز الحركة بتاع الكلام يمشي ازاي، يعني مثلا يخش من هنا يطلع من هنا، يعني الكلام يبدأ متحرك كده على طول او يفضل زي ما هو. طبعا الحركة هنا بتشرح فيها الكلام يخش ازاي، او الكلام يفضل زي ما هو ثابت او يتحرك. طبعا اسيبه ثابت زي ما هو. طبعا هنا لو عايز اكتب على يافطة مثلا، عايز اكتب على برواز، عايز اكتب على حاجة معينة مثلا زي كده، ماشي. بتبدأ انت بقى تظبط الصوت، تبدأ انت تظبط وتختار انت عاوز. انا اختار دي مثلا، ماشي يا باشا. واجي كده هنا كده اسحب براحتي وابدأ كده السلام عليكم مثلا، بس حد هنا كده وراح جايب دي كده وراح جايب دي جنب مني كده الاول، ماشي. اختار انت الحاجه وابدا فنن فيها بقى. انا بديك الاساسيه وانت تبدا بعد كده تعمل الحاجه بكواليتي اعلى كمان، بس احنا عشان وقت الفيديو. واخر حاجه معايا بقى هو فوق كده 1080 هنا. طبعا انا لو مصور على 1080 فلازم انا احفظ الفيديو على 1080، يعني ما تخليش ابقى مصور 1720 وتقول لي لا انا هحفظ على 1080 عشان الكواليتي اعلى. مفيش الكلام ده. وطبعا هنا انا بصور على 30 فريم، بخليها على 30 فريم زي ما هي معدل الاطار. فانت حاول تصور وانت بتصور صور على 30 فريم عشان يظبط معاك الفيديو بس. وبختار كل حاجه زي ما هي كده وابدا ادوس حفظ هنا كده، ويبدا الفيديو ينزل معايا وابدا انشره على اي منصه زي ما انا عاوز. طبعا النهارده كلمتك عن 6 حاجات اساسيين بتحتاجهم معاك في المونتاج على فيديوهاتك. طبعا انا النهارده بصور من التليفون وبنتج من التليفون. خليك متاكد دايما ان الحاجه اللي معاك تقدر تطلع بيها باعلى كواليتي، يعني مش محتاج الكاميرا واللاب عشان تبدا تمنتج، انت محتاج بس انك تتعب شويه عشان تطلع بحاجه حلوه. وان شاء الله لما توصل يبقى منتج على لاب بس كده. ولو وصلت لاخر الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما جديد. طبعا ان شاء الله هنزل حلقات تانية عن البرنامج كاب كات، فخليك متاكد انك مشترك في القناه. سلام يا صاحبي.